شاهد على حضارة تضرب في أعماق التاريخ، تفوق الفراعنة فيها في كل مجال وخاصة الطب وتحضير الدواء من خيرات مصر الطبيعية. فأجدادنا المصريون القدماء هم الآباء المؤسسون للصيدلة بأشكالها المختلفة، ثم جاءت مصر الإسلامية لتقفز بعلوم الصيدلة الفرعونية خطوات إلى الأمام، وعلى مقربة من أهرامات مصر الحضارة وبمدينة 6 من أكتوبر ينهض مقر صيدلي راسخ وهو شركة سيديكو للأدوية، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية، إيمانا بحق الأجيال الحاضرة والمستقبلة في الحياة. فإن شركة سيديكو للأدوية تضع رضاء العملاء والحفاظ على البيئة في مقدمة الأولويات الهامة من خلال إنتاج دواء فعال ومأمون الاستعمال ذو جودة عالية وبسعر مناسب، عامل متطورة بها أحدث الأجهزة القياسية لتحديد وقياس جودة الأدوية. مهمتنا تحسين جودة حياة الناس من خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة عن طريق منتجات دوائية مختلفة. شركة سيديكو هو الوجه الحضاري لمصر في الصناعات الدوائية. تأسست شركة سيديكو في عام 1989 وبدأ الإنتاج في عام 1990. شركة سيديكو هي فريدة من نوعها بمنطقتها المعقمة، والتي هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يتم التحكم فيها من الناحية البيئية للحصول على تصفية الهواء تصل إلى 97%. في بداية الألفية الجديدة كانت شركة سيديكو للأدوية مستعدة لمواجهة واحدة من أكثر المهام، لتزويد المريض المصري بمجموعة من المنتجات التي كان من الصعب أن يتم إنتاجها محليا في الماضي. والآن هذا الحلم جاء ليصبح حقيقة واضحة. بدأنا مشروع رائع لدينا، مشروع التكنولوجيا الحيوية. نجحت شركة سيديكو للأدوية في بناء واحدة من وحدات إنتاج التكنولوجيا الحيوية الأكثر حداثة والأكثر تقدما في مصر. عدة الجنسيات، وقد أدت هذه التحالفات الاستراتيجية في وضع حجر الأساس لنشأة منتجات التكنولوجيا الحيوية، والتي تشمل الآتي: إنسولين إتش ميكس، إيبوتين 2004 وحدة دولية، سومات روبين هرمون النمو البشري 4 وحدة، فيلاجراس تيم سيديكو 300 ميكروغرام، سيدونيز FSH سيديكو، أيزوفالوران سيديكو، بروميركس. أخذت شركة سيديكو للأدوية المسؤولية للوصول إلى مسألة في غاية الأهمية والاستراتيجية، التي هي إنتاج الأنسولين البشري. بدأت شركة سيديكو للأدوية المشروع الكبير لإنتاج الأنسولين، ومن حرص شركة سيديكو للأدوية كواحدة من أوائل الشركات المصرية في إنتاج الأنسولين وقت حدوث أزمة في توفر مستحضر الأنسولين في السوق المصري، حيث صرح السيد الدكتور إيهاب قلبس رئيس القطاع التجاري شركة سيديكو للأدوية أن الأنسولين ملف أمن قومي مصري لا يجوز المساس به مهما كان الثمن. من كل الناس ان مفيش مشكله فعليه في الانسولين. سيديكو من احدى الشركات الوطنيه اللي بتشتغل في مجال الانسولين من فتره طويله. صحيح بنقابل بعض التحديات، وانا ليا تعليق بسيط على الستيتمنت اللي سياده النائب قاله واللي حضرتك قلته على وضع الشركات الوطنيه في مصر. لكن اللي انا عايز اوصله لحضرتك ان الانسولين موجود، احنا بننتجه وفي كميه موجوده تحت الانتاج، الخامات موجوده، ومش هنبص لحظه خامات الانسولين دي هتكلفنا ايه بعد تعويض الجنيه او لا، لان احنا بنعتبر الانسولين ده من الادويه امن قومي زي حاجات كتيره جدا. شركة سيديكو للأدوية هي واحدة من أكبر المنتجين المحليين للمنتجات الصيدلانية في مصر، ومن أهم بعض منتجاتها المتميزة في السوق المصري في سرالجين لعلاج جميع أنواع التقلصات، سيليمارين بلا،
اسيتايل سيستين، فلوكورال، رويال فيت جي، أوميجا 3 بلس. سي جي كل الأدوية، خطوة إلى الأمام نحو صحة أفضل. نحن بجانبك دائما ونشكرك على ثقتك بنا ونوعدك بالمزيد.